السلام عليكم. اخباركم ايه؟ تعالوا النهارده نعمل مربى تين. طبعا ما ينفعش موسم التين البرشومي وما نعملش في بيتنا احلى واجمل مربى. تعالوا النهارده نشوف كل اسرارها وحركاتها وازاي نعملها وازاي نعقم البرطمانات ونحفظها معانا لمدة طويلة ممكن توصل لسنة في التلاجة، وازاي كمان نعملها مضمونة ونحفظها في التلاجة لسندوتشات المدارس بإذن الله. تعالوا معايا النهاردة نشوف كل الحركات وهخليكي أستاذة فيها. يلا بينا نصلي على الرسول ونبدأ مع بعض. أول خطوة عشان نعمل مربى كويسة إن احنا ننقي التين أصلا كويس. أهم نقطة واحنا بننقي التين ننقي التين الجاف وما يكونش مفتوح، لأن أي فتحة فيه بتبقى التينة بايظة أو بتبقى هتبوظ، فاحنا ننقي التين الجاف اللي مغلق تماما، هنضمن طبعا ان هو طازة وجميل جدا. هنشوف النهاردة هنعمل اكبر كمية مربى باقل كمية تين وهنعملها قطع وجميلة جدا. انا هقولك مقادير الكيلو بالظبط وانت ضعفي الكمية زي ما يعجبك. هنمسك التين ونبدأ نقطعه قطع، نحاول على قد ما نقدر نقطعه قطع متساوية. انا بفضلها قطع بيكون شكلها اجمل وطعمها احلى. لو عايزينها مهروسة هنبقى نهرسها وهي على النار. كده خلاص قطعنا كيلو تين، هنضيف على كل كيلو تين نص كيلو سكر. في بولة كبيرة هنزل بالتين عشان اضيف عليه السكر. وكمية السكر دي بتكون مادة حافظة عشان اقدر احفظ المربى معايا سنة في التلاجة، مش هيجرالها اي حاجة. اعملي الكمية اللي انت عايزاها. اهم نقطة في المربى ان انا اغلف التين كويس جدا بالسكر وافضل اقلب فيه كده لحد ما اتاكد ان كل قطع التين اتغطت بالسكر. الحركة دي بتعملي تشميع لقطع التين فيحتفظ التين بجماله وفي نفس الوقت تحتفظ القطع بحجمها. لازم اسيبه ليلة كاملة في التلاجة او على الاقل 12 ساعة. تاني يوم هلاقي المحلول السكري اللي نزل من التين، المية دي نزلت من التين لوحدها، وشايفين السكر متراكم ازاي. يبقى انا عندي كل كيلو تين هضيف عليه نص كيلو سكر. عندي هنا بقية السكر بيترسب تحت، لكن طبعا ده مش مشكلة، برفعه على النار بالسكر بتاعه مش بنشيله ابدا. هرفعه بقى في حلة على النار وهضيف عليه كوباية مية واحدة عشان يساعد معانا في التسوية، مش هعتمد بس على المية اللي نزلت من التين. ونرفعه على نار هادية وكل شوية نقلب فيه. اهم حاجة تتبع الخطوات عشان تطلع معاكي مربى تين جميلة جدا وطعمها مميز. على نار هادية هسيبه يغلي ويستوي كويس. هيظهر عندي حبة رغاوي على الوش، دي مفيش منها اي مشكلة خالص، متقلقيش. واول ما المية تبدأ تجف هضيف عصير ليمونة.
الليمون مادة حمضية، وهو اللي بيحافظ على المربى، وهو اللي بيدي المربى القوام بتاعها. ليمونة لكل كيلو. لو مش متوفر ليمون ممكن نضيف ربع معلقة صغيرة ملح ليمون. هنا القوام لسه خفيف والمية بتنقط بسهولة. أنا لازم أستنى لحد ما تجف عشان تبقى المربى عندي مظبوطة. هلاحظ حركة السوائل. أول ما ألاحظ إن السوائل جفت وإن قوام المربى بقى تخين، يبقى كده خلاص عندي المربى بقت جاهزة. كده بقى أنزلها خلاص من على النار. المربى لما بتبرد قوامها بيتقل أكتر، فما تستنيش لحد ما المية تجف تماما. ولو أول مرة تعملي مربى عشان تتأكدي إن هي جفت بطريقة كويسة، هجيب طبق وهنزل فيه بمغرفة من المربى وهستنى أشوف قوامها. لو لقيت فيها سوائل يبقى لسه المربى ما جهزتش وارفعها تاني على النار. نيجي بقى للنقطة المهمة، التخزين. لو عملت مربى كويسة وخزنتها بطريقة غلط هتبوظ مني. فأهم نقطة معايا هنا تعقيم البرطمانات. وأسهل طريقة في البيت عشان أعقم البرطمانات إن أنا أجيب حلة فيها مية مغلية وأنزل بالبرطمانات، حتى لو بلاستيك أو إزاز، ولحد البرطمان ما يسخن معايا. ولما يسخن وأتأكد إن هو مفيهوش مية نهائي هحفظ فيه المربى بالشكل اللي قدامكم ده. انا المربى بعملها وبشيلها في التلاجة، بتفضل معايا ممكن لحد سنة. ولو حسيت ان المربى مش هستخدمها بشيلها في الفريزر. عايزة انبه حاجة مهمة جدا، اوعوا تحطوا نشا للمربى. النشا بيخلي المربى تبوظ بسرعة. معظم المربات اللي بنشتريها بتكون عبارة عن عصير فاكهة وعليه كمية نشا ومية كتيرة جدا. طيب هل انا ممكن اخزن التين نفسه؟ يعني انا هنا ممكن اشيل التين نفسه حب او قطع في الفريزر، ولما احب اعمل مربى اطلعه واسويه بنفس الطريقه اللي عملنا بيها المربى، وبالتالي احصل على مربى طازه. ممكن احتفظ بيها قطع وممكن احتفظ بيها حب زي ما هو كده، وفي اي وقت اطلعها واقطعها واضيف عليها سكر واعملها بنفس الطريقه. فخزنيها كل كيلو لوحده في كيس منفصل. ودلوقتي ما شاء الله اسعار التين رخيصة جدا، يعني الكيلو سعره حوالي 25 ل30 جنيه. نرجع بقى للمربى بتاعتنا الطازة اللي احنا عاملينها. شايفين القوام بتاعها جميل ازاي، واللون والطعم تحفة. وهنلاقي قطع المربى جميلة جدا، وحتى الصوص اللي نازل منها هنلاقيه سميك وجميل. شايفاكي يا لسه ما عملتش اعجاب واشتراك في القناة. يا رب لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في قناتي والشير واللايك لكل اللي بتحبوهم، وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ودمتم يا رب دايما بصحة وعافية.